واحد من ضمن الناس، واحد عادي اشتغل وشقى وتعب ولم فلوس وحط الفلوس بتاعته كلها في عربيه نص نقل. العربيه نص نقل دي كانت راس ماله في الحياه، كانت حصاد تحويشته كلها في العمر، وبدا يشتغل على العربيه. في مره من المرات وهو جاي يعدي بالعربيه من على شريط قطر، العربيه وقفت على شريط القطر. ربنا له لطف في ترتيب الامور، وقفت على شريط القطر ما بتتحركش والقطر جاي ومقرب. الناس نزلوه من العربيه، وقف الراجل قدام العربيه بتاعته وهو قاعد يصوت يقول شقى عمري ضاع، فلوسي راحت، فلوسي هتروح، شقى عمري هيضيع، قاعد يبكي. القطر جه داس العربية مسحها تماما، عجلة من ضمن عجلات العربية طارت من العربية، جت على دماغ هذا الرجل، وقع مات في هذه اللحظة. الراجل يا جماعة كان قاعد يعيط ويبكي ويقول فلوسي، وبينه وبين الموت دقيقة، كان بينه وبين انه يقابل ربنا، بينه وبين مواجهة ملك الموت اقل من دقيقة، وقاعد يقول فلوسي، قاعد يقول فلوسي. كثيرا لما الواحد بيحضر جنازة شاب عنده 18 سنة 20 سنة، تلاقي ناس اول ما تعرف السن في الجنازة يقولوا هو مات ازاي، هو مات ليه؟ مش المهم مات ليه، المهم مات على ايه. يا جماعة مشكلة الغافل ان خاتمته بتبقى اسوأ خاتمة دايما. الراجل مات بسبب فلوسه، اللي موته عجلة من العربية بتاعته، فلوسه هي اللي موتته. والموت واول ليلة في القبر بينه وبينها دقائق، وقعد يقول الفلوس وقعد يقول الاموال. الغفلة هي اصعب مرض ممكن يضرب قلوبنا. الغفلة هي اكتر مرض لازم يتحارب. لازم نفوق يا جماعة، لازم نفوق من مرض الغفلة. لما الواحد بيتدبر في ايات الجنة وفي ايات النار، بيحس ان في ناس هتاخد كل حاجة وناس هتخسر كل حاجة.